بعد ما اتكلمنا عن الأعراض والأسباب، جه الوقت إن احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع القلق أو اضطراب القلق العام عموما. البداية بتكون إن احنا نبتدي ننظم أفكارنا. ازاي ننظم أفكارنا؟ هناخد ورقة وقلم وهنبتدي نكتب فيها كل حاجة مضايقانا أو مهما كانت بسيطة، وبعد كده هنصنفهم ايه هي الحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها وايه هي الحاجات اللي انا مش هقدر اتحكم فيها. الحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها هنعمل لها خطة بسيطة، زي مثلا حد تتكلم معاه، هواية معينة بتحبها، رياضة، زراعة، تلوين، كتاب معين حابب تقراه، موسيقى، أي حاجة تغير تفكيرك في اللحظة دي أو تغير تركيزك عن الأفكار السلبية أو عن مشاعر القلق والتوتر اللي انت حاسس بيها. وطبعا هنحاول نتأقلم تدريجيا مع الحاجات اللي بره سيطرتنا، لأن دي حاجات احنا صعب أو مستحيل إن احنا نغيرها. تاني نقطة إن احنا هنجرب إن احنا ننظم أو نعمل روتين معين ليومنا. يعني مثلا هنعمل مواعيد نوم ثابتة، نصحى وننام في نفس الميعاد. كمان هنبدأ بحاجة بسيطة بنحبها، زي مثلا كوباية الشاي، إن احنا نتعرض للشمس، نسمع قرآن، نسمع بودكاست أو أي حاجة بنحبها. كمان هنخطط ليومنا في ورقة وقلم، أو هنستخدم النوتس بتاعت الموبايل، ونشوف ايه هي الحاجات اللي احنا هنخلصها، حتى لو حاجات بسيطة أو حاجة أو حاجتين. المهم إن احنا نكون عارفين بالظبط ايه هي الحاجات اللي احنا هنعملها في يومنا ونخطط لها من قبلها بكتير. الهدف من الروتين اليومي إنك تتحكم في الفوضى اللي في راسك، وإن انت يكون عندك إحساس إن انت متحكم ومسيطر على حياتك. تمارين التنفس مهمة جدا علشان تقلل من التوتر ومن القلق. في تمرين اسمه 4-7-8، والتمرين ده بيساعد جدا في تقليل التوتر. التمرين ده بيعتمد على ان انت تاخد نفس وتعد 4 ثواني، وبعد كده تحبس النفس لمدة 7 ثواني، وان انت تطلع النفس ببطء من الفم في 8 ثواني. التمرين ده ممكن تكرره 3 أو 4 مرات على حسب حاجتك، أو على حسب درجة التوتر اللي عندك في اللحظة دي. كمان ممكن تجرب ممارسة الرياضة. مش لازم ان انت تقعد ساعة او ساعتين في الجيم، ممكن ان انت تجرب تمشي 20 دقيقة في اليوم، ممكن تعمل ستريتشات او ورك اوت في البيت لمدة 10 دقايق. ممكن كمان تجرب ان انت تنزل محطة او محطتين قبل الشغل وتمشيهم. الحاجات البسيطة دي ممكن ان هي تساعدك ان انت تقلل من التوتر، وبتقلل من هرمون التوتر الكورتيزول. كمان ممكن نجرب تغيير أسلوب التفكير، يعني إن احنا نوقف السيناريوهات السوداء أو الأفكار السلبية، ودي بتعتمد إن احنا نعمل بروتوكول للأفكار السلبية، وإن احنا نكتبها بانتظام ونسأل نفسنا الأسئلة دي. أول سؤال، هل في دليل واضح وحقيقي على اللي انت بتفكر فيه؟ ايه هي أسوأ حاجة ممكن تحصل وهل هتقدر تتعامل معاها؟ ايه هو الدليل ان الامور ممكن تمشي عادي؟ الأسئلة دي بتكسر حلقة التفكير السلبي، وبتخليك تفكر بواقعية أكتر، وبترجعك للواقع ودلوقتي، بدل ما تفضل في الماضي أو إن أنت تركز على المستقبل. كمان هنبعد عن السوشيال ميديا والأخبار السلبية وقت التوتر والقلق. ممكن كمان ان احنا نبتدي ننظم نومنا، يعني ننام 7 ل8 ساعات في اليوم، نقلل من شرب الكافيين بعد الظهر، ان احنا نتكلم ونكون في تواصل مستمر مع الناس القريبين منا اللي احنا بنحبهم وبيدعمونا، وان احنا نقول لهم اول باول عن افكارنا وعن مشاعرنا السلبيه اللي احنا حاسين بيها. كمان ممكن تجرب تطبيقات التأمل. في تطبيقات كتير، أنا هكتب لكم هنا دلوقتي إيه هي التطبيقات اللي ممكن تقدروا تستخدموها. ولو حسيت إن مهما عملت ومهما حاولت إن الأعراض موجودة ومستمرة وبتأثر على حياتك، ما تترددش وتدور على المعالجة المتخصصة. دي هتساعدك أكتر إن أنت تتحكم في الأعراض وإن أنت ترجع تعيش حياتك بشكل طبيعي. القلق مش ضعف، هو إشارة من جسمك وعقلك إن في حاجة معينة لازم تتظبط. المهم إن أنت تاخد بالك من الأعراض وإن أنت تجرب تتعامل معاها. لو حسيت إن الأعراض بتزيد أو إن أنت مش قادر تتحكم فيها وإن هي بتعطل حياتك، ما تترددش واطلب المساعدة من أقرب حد ليك، أو جرب كمان المعالجة المتخصصة، أكيد هتساعدك. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.